هي العلاقة دي بتريحني ولا بتخليني تعبان؟ بنقابل في حياتنا ناس كتيرة، بس مش كل اللي قابله ونتكلم كلمتين حلوين مع بعض ده بقى صاحبي. لا، ما ينفعش. بلاش نكبر دايرتنا ونوسعها قوي علشان الاشخاص دي ما يتحولش العلاقة اللي احنا قلنا عليها صحوبية في البداية دي تبقى عبء علينا. طب انا هعرف صاحبي ده ازاي ان هو صاحبي بجد ولا لا؟ خلينا نتكلم بصراحة. صاحبي اللي بجد بيبان في وقت الشدة قبل الفرح كلنا بنحب الهيصة والزيطة وبنبقى موجودين. في الشدة هتلاقي صاحبك المقرب بس هو اللي جنبك، هو اللي هيحاول ان هو يخرجك منها بأي طريقة، هيحاول مرة واتنين واكتر من مرة. الصحاب اللي بجد اللي بيتعرفوا في وقت الشدة، لما بنمر في موقف او ازمة نفسية بنلاقيهم واقفين جنبنا، مش بيستغنوا عننا بسهولة ويبعدوا عننا ويزهقوا بسهولة. لا، دايما بيحترموا المرحلة اللي انت بتمر بيها. صاحبك اللي بجد مش هيتحجج في موقف انت محتاجه فيه وفجأة ما تلاقيهوش، ولكن برضه ممكن في ظروف بتجبرنا في بعض المواقف ان احنا ما نبقاش موجودين، بس دي بتبقى هفوات صغيرة، هيبقى وقت صغير قوي وهتلاقيه ظاهر تاني على طول ومش هيختفي اصلا. هو مجرد بس الظروف اجبرته ان هو مش قادر يبقى موجود اللحظة دي. ولو حسيت انك مضغوط في علاقة مع حد، اسأل نفسك سؤال: هي العلاقة دي بتريحني ولا بتخليني تعبان؟ وما تخافش ابدا انك تخسر حد في حياتك. الحياة اقصر بكتير قوي من ان احنا نبقى مع حد مش مقدر قيمتنا. لما تحس انك قاعد في قاعدة مش مرتاح فيها، السلام عليكم يا جماعة، انا همشي عادي جدا. نفسك اولا. لو حاسس ان انت في وسط صحابك ومضغوط، انسحب احسن. صاحب الكل وحيد. طب ليه؟ علشان الصداقة الحقيقية مش بالكترة، ولكن بالراحة النفسية والعمق والحنية فيها. ما تنسوش، الصاحب الحقيقي دايما هيبان في وقت شدة وأزمة زي ما قلنا، وفي أول موقف أو اختبار هنحطه فيه هيظهر عادي على حقيقته، وساعتها نقدر نقرر هل ده صاحب ولا معرفة مجرد عابرة كده في حياتنا.